خوتاتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكركم خوتي كاملين اللي في القناه، الناس القدام والناس الجداد. كنشكركم على التعاليق ديالكم، كنشكركم على اللايكات ديالكم، وكنشكركم حتى على لي ديزلايك ديالكم. شكرا جزيلا لكم. في الفيديو ديال اليوم اخوتي غادي نوليو نرجعوا للقضيه ديال عادل الميلودي. كل مره كنقولوا هذه القضيه هذه راها سالات وحبسات وما غنبقاوش ندويو عليها، ولكن كيوليو بزاف ديال الناس اللي كيوليو كيخليونا كنخرجوا وكنوليو نعطيو الراي ديالنا. حنا خوتي كيف ما شفنا وكيف ما تبعنا هذه القضيه هذه، شفناها انها سالات بواحد الحكم نهائي، وشفنا الخبره الجينيه فاش خرجت للصالح ديال الميلودي، خرجت بالنسبه لعزيز سلبيه، خرجت للصالح ديال الميلودي. وكنا شفنا ان بزاف ديال الناس اللي كيقول لك ربما هذيك الخبره راها مزوره، كيف كانوا طعنوا في الخبره اللي كانت درت في اسبانيا وقالوا مزوره، حتى هذه الخبره هذه قالوا راها مزوره هذه. ولكن من هنا انا بدا كنقول على حسب الراي ديالي، لو كانت هذه الخبره هذه مزوره، لو كانت خرجت الكبيره وطعنات فيها وتقول لا راه القضاء ماشي نزيه، الخبره راها كما نقولوا حنا مزوره، ان هذاك الولد راه فعلا ولد الميلودي. ولكن مادامت هي سكتات، اذا القضيه خوتي صافي، راه كما نقولوا حنا راه بصح ما نبقاوش نضحكوا على نفوسنا، ما نبقاوش نضحكوا على نفوسنا، وما يبقاوش يجيو الناس في التعاليق ويكتبوا ويقول لك لا راكم نتوما كتظلموا الكبيره او لا كتظلموا عزيز. حنا خوتي ما كنظلموا لا الكبيره ولا عزيز ولا عادل الميلودي. الانسان يفكر كيف كنقولوا حنا غير بعقله. الوقت اللي كان كياكل فيه عادل الميلودي الدق، كلشي كما نقولوا حنا كان جاي على ظهره، كلشي كان كيقول له لا خصك دير لا ديان، خصك تعترف بولادك، خصك دير. هذا الشخص هذا دار كما نقولوا حنا برايكم، ودار بالطلب ديال المحكمه، ودار لا ديان، خرجت لا ديان للصالح ديالو. واش هذا الولد هذا غادي تلصقوه ليه السيف بهذه الطريقه هذه؟ راه ما يمكنش. راه الخبره اللي كانت الناس كانت كتسناها خرجت للصالح ديالو. اذا كيف كنقول حنا الموضوع تطوى وما بقى ما يتقال، ما بقاش يجي شي واحد اخر اللي غادي يقول لك لا راه مازال داكشي فيه الشك، راه مازال فيه التزوير، راه مازال فيه داك مازال فيه داك. وحنا كنشوفوا اليوم المحاميه كيفاش خرجات وكيفاش صرحات، وتا هي قالت ان القضاء كان نزيه والخبره الجينيه خرجت سلبيه للصالح ديال الميلودي. اذا باقي عاد الناس اللي جايين كما نقولوا حنا من بعيد غادي يشكوا في هذه الخبره هذه، راه ماشي معقول اخوتي. وبزاف ديال الناس اللي كيقول لك لا راكي كدافعي على الميلودي وجيتو على ظهر عزيز ولا ظهر الكبيره. حنا ما كندافعوا حتى على شي واحد، كندافعوا على الحق. بهذه العباره هذه كندافعوا على الحق، لان انت خويا ولا انت اختي اللي كتخليو في التعاليق تقولوا لا راكم كتزيدوا على كتزيدوا مع الميلودي. حنا لا خوتي، حنا كنزيدوا مع الحق. ديروا نتوما راسكم في بلاصه الميلودي، ويجي شي واحد ويكذب عليكم ويقول لكم هذا الولد هذا راه منك انت، راك انت باه بهذا اللفظ هذا، ويقول لك انت باه. واش انت غترضى راسك وانت تكون عارف راسك ان داك الولد راه ماشي ولدك؟ راه لا حول ولا قوه الا بالله. اولا انت اختي غادي يجي شي واحد شي وحده وغادي تقول لك هذا الولد هذا راه الولد ديال راجلك، ويكون راجلك ما عنده حتى شي علاقه بهذيك السيده ولا بهذاك الولد. كيفاش غادي يكون كيفاش غادي تكون الحاله ديالك انت فاش غتسمعي هذا الخبر هذا؟ راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خوتي القضيه سالات، الحكم سالا، وكان الصالح ديال عادل الميلودي. الانسان كيف كنقولوا حنا ما بقى له دابا فين ما يزيد يهضر، صافي الكبيره سكتات. لو الكبيره كان عندها واحد الشك، كانت عندها غير واحد الذره ديال الشك بان ديك الخبره راها مزوره، لو كانت خرجات وصرحات وغوتات وقالت بان ديك الخبره راها مزوره. ولكن هي سكتات، هي غبرات، ما بقاتش بانت. حنا ملي كنا كنشوفوها كانت كتخرج كتقول لك انا بغيت الميلودي يدير التحليله مع ولده ومع بنته بجوج. من ديك الوقيته ما ولينا شفناها خرجات. وحنا كنشوفوا اليوم عزيز كيخرج بواحد الروح اللي هي بارده كيف كنقولوا، ما عنده حتى شي اثر عليه، ما بين عليه حتى شي اثر، بالعكس كنشوفوا عاد في اللايف ديالو مبتسم، بحال اللي ربما يمكن داك الخبر كان سامعه. انا كيجيب لي بالي راه سامعه وكان عارف الحقيقه، ماشي عاد البارح ولا الاول البارح عاد غادي يكون سمع الحقيقه، راه كان عارفها من قبل. لانه ما يمكنش واحد اللي غادي يعرف واحد الحقيقه اللي غادي تصدمه وغادي يخرج بديك البروده، راه ماشي معقول، ماشي معقول اخوتي.
الحقيقه كان عارفها، والكلام ديال امنيه يمكن على صواب، لانها راه قالت له الحقيقه وهو ما بغاش يرضخ ليها، ما بغاش ربما ما عرفتش انا الفكره ديالو فين كانت باغا تزيد توصله. هادشي هذا علاش كان ساكت، واليوم كنشوفوه هادن وهادئ، بحال اللي كما كنقولوا حنا شيئا لم يكن. واليوم بغى يمشي مع المسار ديالو، بغى يمشي بهذه الطريقه هذه ديالو، ما بغاش يعرف شكون هو، قالها كاع الاب ديالو ما بغاش يبحث فيه، وهو كيقول على ان راه الميلودي بغى الكبيره باش تطلب منه الاعتذار، وهي ما طلباتوش حتى من الولد ديالها. الكبيره كان عليها تطلب الاعتذار من الميلودي وتطلب الاعتذار حتى منك انت عزيز. انا كنقول لك انت خاصها تطلب منك الاعتذار، لانها كذبات عليك، لانه وهماتك شحال هذه من سنه، ووهماتك بان الميلودي راه باك، وكذبات حتى على المغاربه كاملين اللي تعاطفوا معاها. المغاربه كاملين تعاطفوا معاها وكذبات عليهم، وقالت لهم بان الميلودي هو الاب الحقيقي ديال امنيه وديال عزيز، ما قالش فيها الشك. حتى النهار اللي فاش خرجت لكم تحكمت لكم باش ديروا التحليله ديال لا دي ان، عاد هي مشات كتصرح البنت ديالها وكتقول لها الحقيقه، وكتقول لها شكون باه. حتى خرجت امنيه وفرشات كل شيء، فرشات كل شيء قدام العالم، كتقول لهم شكون باه. راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانا من هنا خوتي كنشوف وكنطرح سؤال، غير واش عزيز كان عارف بالحقيقه وعلى حساب الحب ديال المغاربه والتعاطف ديالهم معاه كان ساكت، او لا كاين كما كنقولوا هدف اخر من مور هذا الشيء هذا؟ لانها مادامك الكبيره شافت الناس فاش خرجات تعاطفت معاها وبغاتها، ضمنت معاها، ساندتها، كيفاش الناس كانوا كيمشيو عندهم للمحكمه، كيفاش كانوا كيمشيو عندهم للدار، كيفاش كانوا كيواسيوهم، واستغلت هذا الحب وهذا العطف هذا ديال المغاربه كاملين، وخبات هذه الحقيقه هذه. راه لا خوتي راه ماشي معقول. عزيز من حقه يعرف شكون هو الاب ديالو، عزيز من حقه يعرف الاب ديالو، لانه كيف قلت لكم في واحد السن اللي خصو يتزوج فيها خصو يكون عارف شكون هي البنت اللي غادي ياخذ، لربما تصدق هذه البنت هذه تكون اختو. راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الكبيره ارتكبت خطا، حنا ما كنلوموهاش على داكشي اللي هي دارته، هذاك الشيء اللي دارته بينها وبين الله اللي خلقها. ما يجيش شي واحد يقول لك كتهضري في الشرف ديالها ولا كطعني لها في الشرف ديالها. انا ما كنطعنش في الشرف ديالها اخوتي، ولكن كنقول الخطا اللي هي ارتكبته كان عليها تقول الحقيقه لولدها، ما كانش عليها تخرج للراي العام، ما كانش عليها تخرج الوسائل التواصل وتطرح هذه المشكله هذه ديالها. ملي كانت عارفه المشكل عندها كان عليها تحلو غير ما بينها وما بين الولد ديالها، ما بينها وما بين ولادها، تخلي المشكله ما بيناتهم. شنو الذنب ديال دوك الناس اللي خرجوا كيشهدوا معاها، اللي خرجوا اللي كانوا عارفينها هي في كما كنقولوا عندها حقيقه، اللي عارفاها سوى هي والله سبحانه وتعالى اللي عارف الحقيقه ديالها، وخارجه كتقول للناس الناس كتجيبهم وكيشهدوا معاها على ان راه الميلودي هو بات هذوك الدراري بجوج، والناس شهدوا. وحنا كنشوفوا اليوم الميلودي كيفاش كيقول وكيفاش كيتوعد هاد الناس هادو باش غادي يقاضيهم، لانه كيقول لك هو شهدوا الزور. اذا مادام خرجت الخبره الجينيه السلبيه خرجت للصالح ديالي، اذا دوك الناس شهدوا الزور وغادي يحاسبهم. شنو ذنبهم هاد الناس هادو؟ الا كانت هي كدير شي حاجه كما كنقولوا خفيه كديري هادشي هذا اللي كديروا مور الميلودي، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.